السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا وصفة جميلة جدا لأولادنا اللي بيموتوا في العصير اللي بنشتروها جاهزة من بره. زي عصير اللي هو بالشوكولاتة، اللي هو ماكس او مراي، اي عصير بقى، شوكولاتة او فراولة، ايا كان. هقولك بقى على اسهل طريقة ممكن تعملها لهم بمكونات بسيطة جدا جدا جدا، وفي ثواني هتكوني عاملة لهم احلى عصير من اللي هو بيشتروه. باكل عصير دلوقتي، يعني العلبة تقريبا بتعمل لها 7 جنيه او 8 جنيه، او ممكن تكون دخلت وصلت ل10 جنيه كمان. لا، انا اقولك امكانيات بسيطة جدا 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 هتعملها لهم بنفس الطعم ونفس الجودة، بس بالنظافة. يلا مع بعض ندخل نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف مكوناتنا ونشوفوا يعني عملنا العصير الجميل ده ازاي. بص، احنا عملنا مع بعض حليب بالشوكولاته وعملنا حليب بالفراوله، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. بص، انا اول حاجه هعمل معاكي ايه؟ هعمل العصير بالشوكولاته. اهم حاجه انا هجيب اللبن اللي هو ايه، المعلب، اللي هو المبستر. يعني بلاش تجيبي اللبن اللي هو البلدي. آه، اللبن البلدي مش هيديكي نفس النتيجه بتاعت بره، لكن اللبن اللي هو المعلب ده هيديكي النتيجه بالظبط. علشان انا مجرباه ومتاكده. المهم لو انت هتعملي بقى باللبن اللي هو البلدي العادي، هتضطري تحطي سكر. لكن المعلب ده لا، مش هنحط سكر خالص. وهحتاج بقى نسكويك، اللي هو الكاكاو المحلى، او اي نوع كاكاو محلى انت تحبيه. في انواع كتيره للكاكاو المحلى، بس انا بستخدم نسكويك، بيديني نفس النتيجه اللي انا بشتريها في العلب من بره. انا بعمله بقالي كتير جدا لاولادي، والحمد لله ما بيفرقوش عن بتاع بره، خصوصا لما بعمله بالطريقه دي، بيجيب نفس النتيجه ونفس الطعم بالظبط يعني. بصي بقى، انا اول حاجه اجيب كوبايه كده. لو انت حابه بقى تكبري المقدار براحتك. هجيب بقى احط معلقتين كده كاكاو، تقريبا معلقتين او معلقتين ونص، حسب بقى الكميه انت عايزاها. انا بعمل لك دلوقتي دي كوبايه اهيت، تاخد تقريبا يعني حوالي 250 ملي لبن يعني. هننزل بقى بحوالي يعني ايه، يعني ربعها كده لبن، بلاش نملاها على الاخر. تمام. هننزل بربعها لبن وهقلبها. بصي بقى، لو انت عندك المضرب اللي هو بتاع النسكافيه دوت، تمام، اعملي بيه. ما عندكيش ممكن بالمعلقه عادي، بس يعني تقلبي كويس. المهم تتاكدي ان مفيش اي تكتلات في الكوبايه من تحت، او في الحاجه اللي انت شغاله فيها. تمام. اما اهم حاجه تتاكدي ان مفيش اي تكتلات في العصير خالص. ليه بقى ما بلاش اللبن على الاخر؟ لان لو مات اللبن على الاخر وجيت اقلب، هتلاقي كاكاو كلكع منك كده، يبقى فيه كتل، فمش هيبقى حلو خالص. فالاحسن اللي احنا ايه، نضرب شويه كده، ندوبه ونتاكد ان هو ده كويس. بعد كده ايه، آه بصي بقى، انا بقلبه كده بالراحه لغايه لما ايه، اتاكد ان مفيش اي تكتلات في قعر الكوبايه. واضرب كده، بعد كده ازود بقى اللبن اللي انا محتاجاه. في ثواني بتكوني عامله احلى عصير لاولادك، ومنتهى النظافه ومنتهى التوفير. والله العظيم بيوفر كتير جدا. يعني علبه الكاكاو لما تجيبيها، يعني هتجيبي مثلا علبة حوالي قولي ب12 15 جنيه، هتعمل معاكي كتير جدا. يعني مش هتعمل معاكي كوباية، لا ده هتعمل معاكي حبة حلوين يعني. يعني انا تقريبا في المدرسة لما بنعمله كده بدل ما يشتري يعني باكو، لا بعمل له عصير زي ده وبعبله في الازازة بتاعته، بياخده، بيبقى طعمه جميل جدا وحلو قوي. ولو انتي ما عندكيش اللبن ده عادي، بعمله برضو بلبن اللي هو البلدي العادي اللي بنجيب من عند اللبان. بس بحط عليه نص معلقه سكر. لكن الكاكاو هنا عندي محلى، فما بحطش، لان اللبن البسطة ده ليه طعم كده حلو عن الطعم اللي هو البلدي، يعني بحط لهم سكر. بالنسبه بقى للفراوله، هنستخدم ايس كريم دريم. ايس كريم بقى بطعم الفراوله، بطعم الموز، بطعم اي حاجه. على فكره يعني علبه الماكس اللي احنا بنجيبها من بره، اللي هي مش عارفه هي ب 8 جنيه تقريبا او ب 9 جنيه دلوقتي، مش عارفه هي بكام. عايزه اقولك ان احنا لما بنجيبها ما بتكفيش. يعني هي اقل، والله العظيم تقريبا لو فضيت في كوبايه زي دي تبقى اقل منها. وفي نفس الوقت ما فيهاش فراوله، هي ريحه الفراوله بتاعتها ديت، هي ده الفراوله اللي فيها. بتبقى هما بيحطوا فيها مسحوق او بودره الفراوله، بيستخدموها في المصانع يعني. احنا بقى جبنا الايس كريم دوت، ده المسحوق اللي احنا هنستخدمه، اللي هو مسحوق الفراوله. الايس كريم ده هحط منه معلقتين في كوبايه، واحط برضو شويه لبن، واقلبهم برضو كويس جدا عشان ميبقاش فيه اي تكتلات.
لو انت هتعملي كميه اكبر من كده عايزه تضربيه في الخلاط عادي ممكن تضربيه، بس انا بحب لما تضربيه يدوي مش هيعمل فوم كده زي الخلاط هيعملك ليه فوم كده ورغاوي، فمش هيبقى مش هيديكي نفس النتيجه. فهو الاحسن ان نعمله على ايديا، يعني حتى انا لو عامله كميه كبيره برضو بعمله على ايديا مش بعمله في الخلاط، يعني بيديكي نتيجه احلى. اللبن بقى المبستر دوت لما تحطيه على سواء النسكويك او الايس كريم الفانيليا او الشوكولاته، او مثلا حبة موز، شوف انا عملت الفراولة عشان بحب الفراولة عندي والشوكولاتة، حابة تجيبي موز، حابة تجيبي فراولة، حابة تجيبي فانيليا، اي ايس كريم عندك هتحطيه هيديكي نفس النتيجة بالظبط ونفس الطعم بتاع بره. الازازة دي بقى فيها ايه؟ فيها روح الفراولة، يعني شفت انت شبه روح الموز كده بتاعت الكحك، هي كده يعني ريحة الفراولة، مش لون، ده مش لون، هي فيها ريحة. فانا حطيتها على فكرة الازازة ديت مش غالية، بتجيبها من عند العطار مش عارفة 6 جنيه او 7 جنيه، بتلاقيها عند العطار تمام. بحط شوية كده يعني حوالي نقطتين كده او 3، هيديكي بقى نفس النتيجة بتاعت المصانع. قسما بالله تشربي العصير هو كأنك شارية اللي هو العصير الماكس ده مثلا او جهينة، شوفي اي عصير بنفس الجودة ونفس المقادير. كده انا اكون وصلت معاكي لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبك النهاردة، واتمنى ان اكون افدتك ولو بمعلومات صغيرة. ما تنسيش بقى سبسكرايب لقناتي لو انت اول مره تتفرجي عليا، واللايك الجميل بتاعك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.